في أسامي لما بتتقال الناس بتوشوش وتبص وراها، وأسامي تانية مجرد ما تتنطق بتحس برعشة في جسمك. واحد من الأسامي دي هو شمهورش، ملك الجن المسلم اللي بيقولوا إنه قاضيهم الأكبر واللي بيخافوا يجيبوا سيرته. النهاردة هنتكلم عن حقيقته وأخطر الأساطير اللي بتدور حواليه. مين هو شمهورش؟ شمهورش اسمه مرتبط بالجن من زمان، وبيتقال إنه واحد من الملوك الكبار اللي بيحكموا عالمهم. في ناس بتقول إنه كان قاضي الجن، يعني هو اللي بيحكم بينهم ويحسم نزاعاتهم. لكن الغريب إن اسمه دايما بيرتبط بالسحر، والناس اللي بتشتغل في الروحانيات بيقولوا إن ليه تأثير قوي جدا. بيعيش فين؟ الأسطورة بتقول إنه موجود في جبال الأطلس في المغرب، وإن ليه مقام هناك بيزوروا ناس كتير. في ناس بتقول إن المكان ده بيحصل فيه حاجات غريبة جدا، وإن اللي بيروح هناك ممكن يشوف حاجات مش طبيعية. في ناس بيقولوا إنه بيساعدوا السحر والمشعوذين، وإن في طقوس معينة لاستدعائه. وفي أسطورة تانية بتقول إن أي حد ينادي اسمه بصوت عالي في مكان مهجور ممكن يحصل له حاجة مرعبة في نفس الليلة. وكمان في بعض الحكايات اللي بتقول إنه مش مجرد جن، وإنه ممكن يكون كيان أكبر من كده بكتير. مفيش أي دليل علمي أو ديني يؤكد وجوده، لكن الأساطير عنه منتشرة في بلاد كتير. بعض الناس بيقولوا إنه مجرد خرافة استخدموها المشعوذين لإخافة الناس، لكن ناس تانية متأكدة إن ليه وجود حقيقي. سواء كنت مصدق أو لأ، الأساطير دايما بتكون فيها جزء غامض بيخلينا نسأل، يا ترى الحكاية مجرد خرافة ولا في أسرار لسه بعرفناهاش؟ لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة عشان توصلك كل الحكايات الغامضة.